مساء الخير عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسلام. زي ما انتم شايفين كده هنعمل روتين جامد جدا جدا مع بعض، ونشوف بقى المطبخ او روتيني في المطبخ بعد ما فتحته على الريسبشن يومي ماشي ازاي. هنشوف مع بعض وحاجات كتير ان شاء الله هقول لكم عليها وهتستفادوا منها. اللي لسه اول مره اشوف قناتنا، انا حنين عبد الغني، ودي قناتي بقدم فيها اكلات وحلويات، حاجات كتير ان شاء الله تستفادوا منها وهتعجبكم باذن الله. هنا انا بقى كنت عندي في الحوض مواعين نظيفه، فانا برصها وهبتدي عشان افضي مكان للمواعين التانية اللي انا عايزه اغسلها. تمام، هرص كل المواعين الموجوده معايا فضلا وليس امرا. اللي لسه ما عملش اشتراك ينزل يعمل اشتراك، فعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد. لايك وكومنت وقولوا لي رايكم ايه يا اجمل متابعين. برص المواعين بتاعتي بقى كلها النظيفه عشان زي ما قلت لكم اخلي مكان للمواعين اللي انا هغسلها. معايا كمان طماطم كنت غسلاها ومتصفيه من الميه خالص كده، حطيتها في الباسكت بتاع التلاجة، وهروح او المنظم بتاع التلاجة ورحت حطيتها في التلاجة. كمان الجبنه دي مش بنسيبها من غير غطا، يا اما بنقص العلبه لازم نحطها في علبه ونغطي عليها عشان ما تعملش ريحه مش حلوه او تنشف منك. كده تمام تمام. انا بحب بقى جدا جدا الحاجات الخضراء، حتى الخضره بتاعت المحشي حطيتها في زي ما انتم شايفين كده، وحطيتها. بحب اللون الاخضر جدا جدا، بحب اي حاجه لونها اخضر فيها فروع كده، النعناع، الملوخيه، السبانخ. بحب جدا جدا الفروع الخضراء ديت واللون الاخضر عامه، انا بعشقه. تمام. معايا بقى الازازه دي كانت ازازه شامبو، تقدري بقى تجيبي ازازه شامبو بس يكون الضغطه عاليه زي دي كده، زي ما انتم شايفين كده الضغطه بتاعتها تكون عاليه عشان تنزل لكم صابون كويس. انا جبت فرع من الفروع وقفلته كده، ربطته ولفيته على العلب الازازه بتاعتي وخلى شكلها جميل جدا، ومسمار حطيناه في الحيطه وبنعلق الازازه دي بتستخدميها بكل سهوله. كمان الليفه الجميله اللي معايا دي والعلبه الجميله دي، هحب اعرفكم بقى حاجه جميله جدا جدا جدا. الحاجه دي بتبقى موجوده على الحوض عندنا ومضايقانا جدا. فهنا انا معايا الليفه دي، ده غزل، ودي الليفه هي السلكه والقماشه بتاعه المطبخ. تمام. بحطهم في العلبه دي، العلبه مخرمه من كل الجوانب زي ما انتم شايفين، تهويه كويسه عشان قماشه المطبخ ما تقلقوش من حاجه، ما تعملش ريحه وحشه لقماشه المطبخ او اي حاجه. هبتدي اغسل المواعين بتاعتي، وعايزه اوريكم الليفه دي ايه. الليفه ديت عباره عن غزل، اللي هو خيط الغزل، بس ده اللي هو الشبكه بتاعه الصياد. تمام. انا في مره يعني كان عندي، شفت الشبكه دي ولقيتها ناس بيرموها، فانا خدتها وعملتها ليفه وعجبتني جدا جدا جدا. وناس كتير بعد ما انا عملت الموضوع دوت ابتدوا ان هم يعملوا الليفه دي، ياخدوها ويغسلوا بيها، ولغايه دلوقتي دي بقى لها سنين. لا مش الليفه بقى لها سنين، يعني ان احنا نغسل بليفه زي دي بقى لنا سنين ومش عارفين نغسل بليفه تانية. جبنا كل انواع الليف بس بنرجع تاني نجيب الليفه الغزل ديت بنطلبها. انت تقدري لو عندك اي حد بتعرفيه يكون بيصطاد هيبقى عنده الشبك ده ومش محتاجه، تقدري تطلبيها منه وهو مش هيتاخر عنك، لان هو اصلا بيكون بيرميها مش محتاجها تاني. بتاخديها بتغسليها كويس، هي بتكون نضيفه كمان، تغسليها كويس وبتغسلي بيها المواعين بتاعتك، بتبقى جميله جدا جدا. انا مهما جبت ليف برجع تاني اجيب احاول اشوف حد عنده غزل واجيب الليفه دي واغسل بيها المواعين، لانها جميله جدا جدا وبتعمل رغوه. وغير ما انها بتعمل رغوه هي بتنظف فعلا، مع اي صابون انت بتستخدميه بتعمل لك رغوه حلوه، تحسي كده ان الصابون بينظف معاكي، وهي اصلا الخيط بتاعها بيبقى حاد شويه، فالخيوط دي كده مع بعضها بتنظف الحاجه، كوبايات والاطباق بتنظفهم جدا جدا. نظفنا بقى كده، غسلنا المواعين بتاعتنا، فاضل لي الصواني. نغسل حبه حبه كده يا جماعه، ونحاول نحافظ على استهلاك الميه، ما نخليش الميه بتاعتنا جامده، ونقفل كده الميه عقبال ما نخلص، وبعد كده نبقى نفتحها اما نيجي نشطف المواعين. انا عندي ولادي بيحبوا يفتحوا الميه من اول ما يبتدوا يغسلوا المواعين لحد ما يخلصوا، اخش كل شويه اقول لهم حرام وطوا الميه، حرام اقفلوا الميه، وبعدين ما تخلصوا غسيل مواعين ابتدي افتحي الميه تاني. لازم نوجههم كويس، عشان كده حرام بجد، يعني الميه اللي بتنزل على الفاضي دي ملهاش اي لازمه، حرام قوي.
رحنا بقى خلصنا كده المواعين وهسيبها تتصفى. عقبال ما المواعين تتصفى هغسل البوتاجاز بتاعي. طبعا انا زي ما قلت لكم انا بغسل البوتاجاز اول باول، عشان كده مش بيبقى فيه عليه يعني حاجات كتير متسخه يعني، فسريع سريع كده بينضف معايا الحمد لله. غسلت الظهر وغسلت البوتاجاز، ما شلتش العيون. ليه؟ لان العيون نضيفه. هشيل العين اللي هي مش نضيفه بس، وابتدي اغسل بوتاجازي عادي خالص. والعيون زي ما هي محطوطه هغسلها وامسحها بالقماشه زي ما هي محطوطه، لان هي انا مش هقعد اغسل كل شويه وخلاص، لا، عشان خاطر برضو لازم تحافظي على صحتك على قد ما تقدري. وان احنا نتعامل مع اي حاجه احنا بننضفها نتعامل معاها كده بذكاء، ان احنا ننضفها وما نتعبش نفسنا. بقماشه ناشفه بعد ما خلصت غسيل البوتاجاز، قماشه ناشفه في ايدي لازم كده امسح كويس من الميه عشان ما تسيبش بقع كده، يبقى بان البوتاجاز هيلمع يعني معاكي ويديكي شكل جميل. لو سبتي البوتاجاز فيه ميه هيديكي بقع بعد ما ينشف ويبقى شكله مش حلو. هنروح بقى للظهر بتاعنا اللي احنا غسلناه، وهجيب كده بشفشق ميه اشطفه، لان الحوض يعني مش المساحه مضيقه، مش عارفه اشطفه كويس براحتي. وادي العين اللي انا شفتها بس مش نضيفه، انا خدتها كده بالسلكه ونقطه صابون على السلكه وهبتدي اغسلها. طبعا العيون كلها لما البوتاجاز بقى تبقى العيون كلها مش نضيفه، بجيب ميه سخنه وعليها خل وعليها بيكنج باودر، معلقه بيكنج باودر بتخلي العيون زي الفل وبتتغسل في ثواني وما بتخليش اي اثر لاي بقع على العيون. هنشفها برضو بالقماشه واروح احطها على طول مكانها على البوتاجاز. اجمل حاجه بقى انت ممكن تعمليها في مطبخك ان انت اول باول اي حاجه محتاجه تتعمل ما تستنيش انك تكوميها على حاجه تانية وتقولي لما بكره هعمل او بعده هعمل او اما اعمل البوتاجاز كله على بعضه ابقى اعملها. لا، ريحي نفسك. يعني مثلا الفرن مش نضيف، اعمليه لوحده مره والعيون مره فوق مره، عشان ما تحسيش بتعب ومجهود كبير لما تيجي تنضفي المطبخ. انا مثلا حاجه وقعت مني في الفرن على طول اجيب قماشه وعلى طول اجيب السلكه واغسلها وانشفها كويس، خلاص كده اصبح الفرن بتاعي نضيف. لكن لما اقعد اقول اما العين دي والعين دي والفرن كمان ابقى اعمل كله مره واحده، بالتالي مش هتعمليه خالص، وهتحسي ان هو حمل وعبء عليكي. زي ما انتم شايفين البوتاجاز ما خدش معايا وقت خالص. الضلفه اللي فوق البوتاجاز لازم طبعا دي تتغسل مع البوتاجاز، الضلفه اللي هي قريبه من البوتاجاز لازم كده وانت بتغسلي البوتاجاز بنفس الليفه كده طلعي اديلها غسله ومسحه حلوه، وبرده اشطفيها ومسحيها بقماشه ناشفه. هنا عايزه اوريكم ان انا دخلت الغساله المطبخ كمان يا جماعه، ودخلت الديب فريزر ودخلت التربو، هتشوفوا في اخر الفيديو المنظر كان عامل ازاي. غسلت الجاكيت الجلد في الغساله. حاجه برضو معلومه حبيت اقولها لكم، لو عايزين تغسلوا الجواكت الجلد في الغساله انا غسلته وجربت، ما بقولش الحاجه غير لما بجربها قدامكم، والحمد لله الجاكيت اتغسل ما فيهوش اي مشكله، بس اغسليه لوحده من غير حاجه تانية معاه. هنا انا هرص بقى المواعين بتاعتي. طبعا انا كنت غسلت البوتاجاز خلاص ورحت نشرت الغسيل اللي هو الجاكيت بتاعي. هرص المواعين اكيد اتصفت في التوقيت ده، كانت اتصفت. هنا برضو حاجة تانية عايزة اقول لكم عليها، دي رشاقة بتاعة الهدوم اللي هي بتتعلق ورا الباب او في الحمام. انا جايباها بحط عليها كوبايات زي ما انتم شايفين، بتوفر معاكي مساحة لو انت ما عندكيش مساحة تحطي كوبايات. المجات اللي هي بايد كده بالشكل ده، تقدري تجيبي حاجة زي كده رشاقة زي كده تحطيها فوق الرخامة وتعلقي عليها المجات بتاعتك، هتوفر لو ما عندكيش مساحة في الدولاب تحطي فيها المجات. المنظم ده انا كذا مرة اشيله وارجع استخدمه تاني، اشيله وارجع استخدمه تاني. ساعات كتير كنت اقول لا خلاص هتخلص منه، بس على فكره انا دلوقتي ظهري واجعني ومش قادره ان انا كل شويه اوطي وافتح الدرج تحت لا، فالحاجات دي كلها المستخدمه في المطبخ باستمرار اعملي لها حاجه كده منظم كده وحطيها قدام ايديكي عشان ما تتعبيش نفسك. دي علبه للعيش، حلو مهم جدا انك تعملي علبه في المطبخ للعيش، هتحافظ لك على العيش. او لو جايبه بقسماط او توست او اي حاجه من الحاجات دي ما تعملكيش كركبه في المطبخ وتحطيها في قلب العلبه وخلاص. احنا عملنا علبه للحاجات دي. غسلنا الرخامه بتاعتي ومسحتها نشفتها بالقماشه، وهروح بقى احط كده عليها اللي هي الادوات اللي انا عايزاها دايما تكون تحت ايدي، الادوات اللي احنا بنستخدمها باستمرار. حلو لما يبقى عندك حاجه زي كده تحطيها جنب ايديكي. طبعا انا الدرج عندي اتكسر من كتر ما انا بفتح واقفل الدرج، برضو استخدام الحاجات دي كتير 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 بيبقى بيهلك الدولاب او الدرج بتاع المطبخ.
فانا حطيتها على الرخامه. برضو كل الحاجات دي بالنسبه لي انا لو بتضايق بالحاجه برجع احطها تاني في الدرج. تمام، يعني هو بالنسبه لي تغيير. لو انا اتضايقت من شكلها فوق كده هرجع احطها تاني في الدرج. وبالقماشه بتاعتي كده همسح كل الرخام اللي موجود عندي في المطبخ. زي ما انتم شايفين كده بقى، انا بحب جدا الحاجات الخضراء، يعني حتى زي ما قلت لكم الكزبره والشبت والبقدونس حطيته في منظم برضو كده، وحطيته كده عملته في فوزة عقبال ما نعمل المحشي. اللي وصل معايا لحد هنا في الفيديو ما ينساش يعمل لي اشتراك ولايك وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد، وتعليق منكم تقولوا لي رايكم ايه في الفيديوهات بتاعتنا، استفدتوا منها ولا لا، حابين ان انا اكمل فيديوهات روتين تاني ولا لا. رايكم بيهمني جدا جدا، قناتنا هتكبر بيكم وليكم باذن الله. هقول لكم على حاجات كتير كتير، تجارب حصلت معايا واستفدت منها، وان شاء الله انتوا كمان هتستفادوا منها. هنا خلاص خلصنا الرخام بتاعنا. اخر حاجه بقى هنعملها هنغسل كده الخلاط بتاع الحوض والرخامه الحيطه، انا اسفه، اللي ورا الخلاط. وكمان غسلنا الحوض كويس جدا جدا. اللي هي ضغاطه دي بتاعت الصابون كويسه جدا جدا يا جماعه، هتريحكم قوي من حوار الصابون ده خالص. بصوا هنا دي كده اخرام كانت موجوده، كان موجود هنا الفلتر وانا نقلته تحت الحوض. بصوا كده مكان الاخرام دي بقى انا حطيت كده، جبت فروع من الشجره وحطيتها، بشيلها بغسلها بكل سهوله زي ما انتم شايفين وارجع احطها تاني. غسلنا الحوض بتاعنا وغسلنا كل حاجه زي ما انتم شايفين، حتى العلبه اللي بحط فيها الصابون مغسوله ونضيفه وزي الفل. هنشف كده الحوض ده، انا نفسي اغيره واجيب يعني حلتين كبار، واحده اغسل فيها والتانيه اصفي فيها. القماشه بتاعتنا غسلناها وبقت زي الفل كمان. وهنا العلبه بتاعتي زي ما قلت لكم انها مخرمه، تقدري تحطي القماشه بالشكل ده او تطبقيها وتحطيها في قلب العلبه، ما تخافيش، مش هيجرى لها حاجه ولا بتعمل ريحه مش حلوه. العلبه دي كده مخرمه من كل ناحيه، جميله جدا جدا عشان شكل الليفه والصابون والمنظر اللي بيبقى على الحوض اللي بيضايق اي حد، يعني منظر الليفه والقماشه. لا هو كده شكلها جميل، مش باين اصلا ولا قماشه ولا ليفه ولا اي حاجه، والشكل جميل جدا جدا زي ما انت شايفه. حطوا بقى الخضره بتاعتنا جنب الكرنبايه الجميله دي اللي احنا هنعملها. وخلاص كده يا جماعه فاضل الارض بقى بتاعه المطبخ. انا كنستها كويس جدا بالمكنسه بالكهرباء. بصوا بقى البوتاجاز بتاعنا، القماشات اللي احنا نشفنا بيها ومش محتاجينها في المطبخ هناخدها نغسلها وننشرها. ما نخليش قماشات مبلوله كتير في المطبخ، بتعمل ريحه مش حلوه لو هي كمان مش نظيفه كمان. لا يعني القماشه تغسليها باستمرار وانت على طول تنشريها. ده كلور، انا خلاص كنسل الارض زي ما انتم شايفين ما فيهاش اي حاجه، ده كلور كده. وجبت الشرشوبه وهبتدي ان انا امسح الارض، اطهرها كده بس بكلور بس كده من غير اي حاجه تانية. هي مش محتاجه حاجه تاني، هي الارض نضيفه عندي، كانت السجاده مفروشه في الارض والارض نضيفه تمام. بس انا شلت السجاده عشان اغسلها واحط سجاده تانية. هو كمان السجاده اتوسخت من عشان انا عملت شغل سباكه تحت الحوض، فما جه السباك اشتغل عندي في المطبخ هو اللي وسخ لي السجاده، لكن السجاده كانت نضيفه. انا غلطانه ان انا ما حطيتلوش حاجه فوق السجاده عشان يشتغل عليها. هبتدي بقى كده، انا شلت السجاده التانية القديمه وحطيت سجاده تانية للمطبخ. وزي ما انتم شايفين انا بقى برضو اللي حاطه الديب فريزر جنب البوتاجاز والغساله اهي في المطبخ، دخلت الديب فريزر والغساله والتربو بفتحه الحيطه اللي انا بصور منها دي. فتحه الحيطه دي طبعا وسعت عليا المطبخ الحمد لله، وحطيت فيه حاجات كتير كتير. الضغطه بتاعت الصابون السائل والعلبه اللي احنا نحط فيها الليفه جميله جدا، ما تنسوش جربوا يا جماعه. الحامل بتاع الكوبايات او المجات ده جميل جدا جدا. كمان خلي كل حاجه بتريحك قدامك، ما تتعبيش نفسك. ودي شكل المطبخ بتاعنا والروتين بتاعنا. يا رب الحاجات البسيطه اللي قلتها لكم تكونوا استفدتوا منها. كمان جواكت الجلد يا جماعه في الغساله مفيش مشكله، بس اغسليه لوحده. مفيش حاجه تاني عايزه اقولها لكم. هنا بقى بنطفي الاضاءه، افضل شغاله كده في المطبخ بهدوء كده مع نفسي، حاجه جميله جدا جدا جدا. يا رب تكونوا استفدتم، ومع الف سلامه.